بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم. معكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله نكمل مع بعض يونت نمبر 2. في يونت نمبر 2 احنا عندنا ليسن نمبر 2 بيتكلم على الالكتريك سيركتس. ففي حاجه اسمها الكتريك سيركت. الالكتريك سيركت انت عارف ان هي بتتكون من باتري. يعني انت لو عاوز تعمل الكتريك سيركت فانت ممكن تجيب باتري وواير، ماشي، وتجيب سويتش اللي هو عشان يفتح ويقفل السيركت. يعني ده كده انا عامل اوبن سيركت. كده السيركت دي او الدايره دي مفتوحه. بص كده لما انا اقفلها هتلاقي الايه الكرنت بدا يكمل. طيب علشان تعمل برضو الكتريك سيركت لازم تجيب حاجه تشوف في كرنت ولا لا، فهتجيب لامب. دي مكونات الالكتريك سيركت: باتري وواير وسويتش ولامب. طيب انت لما بتعمل الكتريك سيركت تقدر ان انت تعمل حاجة اسمها الكتريك كارنت، التيار الكهربائي بمعنى صح. والالكتريك كارنت ده مش نوع واحد. هو في الحقيقة ان الالكتريك كارنت ده هو اللي بيشغل الماشين. يعني هي الالكتريستي، الفلو اوف الكتريستي اللي هو الكارنت اللي ماشي ده هو اللي انت في النهاية عاوز توصله للماشين اللي انت عاوز تشغلها. فلو جينا بصينا على الالكتريك كارنت نفسه، فالالكتريك كارنت ده انت تقدر تحصل عليه، يعني تقدر تعمل له جنريشن، تقدر تجيبه by two ways، تقدر تجيبه بطريقتين. اول طريقه changing chemical energy، انك تحول الكيميكال انرجي ل electric energy، او تجيب باتري مثلا والباتري دي بتكون متخزن جواها كيميكال انرجي بتطلع في صوره electric energy. يبقى اول حاجه the electric current is generated by two methods. طبعا تقدر تحصل عليه بطريقتين: changing chemical energy into electric energy in electrochemical cells، اللي هي البطاريات دي اسمها electrochemical cells او batteries. they produce direct current. هنعرف ايه يعني ايه direct current دلوقتي، كلمة direct دي يعني ايه. او ان انت changing mechanical energy، تجيب بقى ايه داينامو مثلا، تجيب electric generator يطلع لك electricity عن طريق ان ايه مثلا في توربين يلف، او في حاجات ايه زي الداينامو مثلا اللي بتركبه مثلا في البايسكل او في الكار، وده هيبتدي يطلع لك ايه كارنت. بس نوع الكارنت اللي هيطلع في الحاله دي alternating current. عموما في طرق كتير تحصل عليها بالالكتريستي، يعني تقدر توصل للالكتريستي عن طريق حاجات كتير، ابسطها الباتري والداينامو. بس الفكره ان انت مش عندك نوع واحد من الالكتريستي، يعني ما عندكش نوع واحد هو اللي تقدر تقول عليه انا كده معايا الكتريستي. لا، الالكتريستي اللي معاك دي ممكن تكون نوع من اتنين. مثلا النوع الاول للالكتريستي اسمه دايركت كارنت. يعني انت لو بصيت للكارنت اللي انت هتشغل بيه الماشين دي او هتشغل بيه الجهاز ده، الالكتريك انرجي دي او الكارنت ده هو نوع من اتنين: لا اما يكون دايركت كارنت لا اما يكون alternating كارنت. يبقى انا ما عنديش نوع واحد من الكارنت. الكارنت ده انواع، منهم الدايركت ومنهم الالترنيتنج كارنت. طيب علشان اجيب دايركت اجيبه منين؟ اجيبه من الالكتروكيميكال سيل. الالكتروكيميكال سيل دي بيكون جواها كيميكال انرجي بروديوس الكتريك انرجي، بس الالكتريك انرجي اللي طالعه من الالكتروكيميكال سيل بتكون نوعها دايركت كارنت. على حسب التول اللي انت هتستخدمها، على حسب الجهاز اللي انت هتستخدمه، الكرنت اللي طالع لك هيكون ليه صفه معينه. مثلا لو انت استخدمت الكتروكيميكال سيل اللي هي انت هتستخدم فيها الكيميكال، يعني هتطلع لك الكتريك، بس نوع الالكتريك هنا ده دايركت كارنت. طيب لو انا استخدمت الكتريك جنريتور او داينامو هيطلع لي الكتريستي برضو، يعني هيطلع لي. بس انا هنا في الحاله دي مستخدم ايه؟ انا هنا في الحاله دي مستخدم ميكانيكال انرجي، مستخدم مثلا حاجه عماله تلف، وكل ما تلف اكتر تطلع لي الكتريستي اكتر، فهي بروديوس الكتريك انرجي عادي خالص. بس الفكره ان الكرنت اللي طالع من الميكانيكال انرجي دي او اللي طالع من الداينامو ده نوعه alternating current. هنعرف دلوقتي بالتفصيل يعني ايه current direct ويعني ايه current alternating. تعالوا طيب نشوف ايه الديفرنس ما بين الدايركت كارنت والالترنيتنج كارنت. طب ما كله كارنت، يعني انت في النهايه انت معاك الكتريك كارنت تقدر تشغل اي ماشين. لا،
لو الكرنت اللي معاك هو دايركت كرنت، ده بيكون ليه استخدامات معينه وليه طبيعه معينه. ولو الكرنت اللي معاك alternating current فانت كده تقدر تستخدمه في حاجات تانية، لان الدايركت مختلف عن الالترنيتنج. بنسمي الدايركت كرنت دايما، يعني بنديله اختصار كده دي سي. يعني لما انا اكون في اكزام مثلا او بذاكر، الدي سي دي معناها دايركت كرنت. طب الاي سي معناها alternating current. So you have direct current and alternating current. طيب تعالوا بقى نناقش بالتفصيل، الدرس ده صغير جدا وهو بيتكلم عن الدايركت كرنت والالترنيتنج كرنت وطرق توصيل الايه الباتريز ببعضيها. الدايركت كرنت has constant intensity. يعني ايه has constant intensity؟ انا دلوقتي لما اجي اشوف بطاريه زي دي، باتري زي دي، انت علشان تجيب دايركت كرنت مش هتقدر تجيبه غير من باتري او سيل. حاجه بطاريه، البطاريه دي بيكون ليها قوه معينه، بيكون ليها انتنستي معينه. انت عارف ان البطاريه اللي معاك دي مثلا 1 امبير، وان الفولت بتاعها مثلا 1.5 فولت. فهي انت لو حطيت باتري واحده فانت عارف ان اللي معاك 1 امبير، لو حطيت 2 باتري انت عارف ان اللي معاك 2 امبير. يعني الفكره ان هي كميتها انت بتقدر تحددها. ثانيا هي كميتها ما بتتغيرش. يعني انت لو حاطط جوه الباتري دي، لو جوه السيركت دي، جوه الدايره دي حاطط 3 باتريز مثلا، وكل واحده فيهم مثلا 1.5 فولت، وانت موصلهم بالطريقه اللي انا موصلها دي، فانت عارف ان انت عندك 4.5 فولت، لان الواحده ب 1.5 يبقوا 3 ب 4.5. وبالتالي انا عارف الكميه اللي عندي ما بتتغيرش، مش عماله تزيد وتقل. يعني طول ما السيركت دي شغاله انت عارف النسبه اللي فيها قد ايه، لان هي متكونه من باتريز، والباتريز دي انا عارف كميتها ايه. ده دايركت كارنت. طيب الالترنيتنج بقى في النقطه دي ايه قصته؟ الالترنيتنج بقى في النقطه دي هو فاريبل. النوع ده من الالكتريستي انا بقدر ان انا اجيبه من الالكتريك باور ستيشن مثلا، محطات توليد الكهرباء، وبيمشي في وايرز على مسافات طويله، فبيكون فاريبل. من الحاجات المهمه برضو ان الدايركشن، والدايركشن هنا مقصود بيه اتجاه الكرنت. يعني الكرنت ماشي في انهي اتجاه. لو جينا احنا بصينا، انت هتلاقي في اي باتري جزء بيكون بوزيتيف وجزء بيكون نيجاتيف. يعني انت لو بتتكلم على باتري ماشي، فانت عندك الكرنت بيمشي من البوزيتيف للنيجاتيف. ركز في الشكل ده كويس جدا. انا لما احط لك باتري بالشكل ده، الحته الصغيره دي مقصود بيها نيجاتيف. يعني انت بتعمل الباتري ازاي؟ بتعمل باتري عباره عن شرطتين كده ومتوصلين بالواير طبعا. السمول دي اسمها نيجاتيف والكبيره دي بوزيتيف، وبالتالي الكرنت هيمشي منين لفين؟ لازم يمشي من البوزيتيف للنيجاتيف. شايفين الاسهم ماشيه ازاي؟ ماشيه من الايه؟ من البوزيتيف للنيجاتيف. وبالتالي انت الالكتريستي عماله تمشي في الالكتريك سيركت ب one direction، بنسميه يوني دايركشن او يوني دايركشنال. تمام. اللامب كده لو تاخدوا بالكم، بصوا انا بحاول ان انا اظبط الرسمه بشكل تقدروا ان انتوا تفهموا. كده اللمبه نورت. يعني اللامب كده حصل فيها ايه؟ هي حصل فيها ان هي لايتد. ليه؟ لان انت دلوقتي عملت كلوز للسيركت، وبعد ما عملت كلوز للسيركت بدات الالكترونز او بدا التشارجز تمشي من البوزيتيف للنيجاتيف. ليه مشيت من البوزيتيف للنيجاتيف؟ وليه ليها وان دايركشن؟ لان انت شغال على دايركت كارنت، شغال على دي سي، والدي سي يوني دايركشنال.
ليه اتجاه واحد بيمشي من البوزيتيف للنيجاتيف. يبقى انت لو جيت بصيت في هنا بصيت هنا في الدايركشن it flow in one direction from one pole to one pole of battery then through circuit toward the other pole of the battery. بيمشي من البول الاولاني للتاني وبيطلع من البوزيتيف يروح على النيجاتيف. اما الالترنيتنج مش نفس الموضوع ده. الالترنيتنج flow in opposite direction او alternating current او يمشي في two direction او يمشي في كذا direction، مفيش عنده مشكله ان يمشي في الاتجاه ده او يمشي في الاتجاه ده. السورس بتاع الدايركت كارنت طبعا لسه قايلين ان احنا نقدر نجيبه من الالكتروكيميكال سيلز such as simple cell and dry cell. الدراي سيل اللي هي البطاريه العاديه اللي هي بتاعت الريموت. اما الالترنيتنج كارنت نقدر نجيبه من الالكتريك جنريتور او الداينامو. طبعا كل الكلام ده يتحفظ. انا بتكلم في دايركت كارنت والترنيتنج كارنت. الديفينيشن بتاعه هنا الدايركت كونستانت انتنسيتي، اما الالترنيتنج فاريبل. الدايركشن هنا وان دايركشن وبنسميه يوني دايركشنال، والسورس بتاعه الكترومagnetic سيل زي الدراي سيل والسمبل. اما الالترنيتنج فلو ان اوبوزيت دايركشن وبيجي من الالكتريك جنريتور. الفكره كلها هي في الترانسفير بقى او الديستنس ترافل. انا اقدر انقل دايركت كارنت على مسافه بعيده. يعني ايه انقل دايركت كارنت على مسافه بعيده؟ انت شايف الالكتريك سيركت دي بتكون صغيره، انت عباره عن باتري وموصلها بلامب او يعني حاجه سيمبل جدا. ما تقدرش ان انت تستخدم الكارنت اللي طالع ده تمشيه في واير فور لونج ديستنس، ما تقدرش. لان هنا الريزيستنس هتلعب دور كبير. يعني الريزيستنس هنا المقاومه هتقللك الانتنستي جدا والتيار مش هيمشي او الكارنت مش هيمشي. انما لو انت شغال على الترنيتنج كارنت، الالترنيتنج كارنت بيمشي في واير وبيطلع من الباور ستيشنز وبيطلع بيكون ليه انتنستي عاليه جدا، وبالتالي تقدر ان انت تعمل له ترانسفير اوفر لونج ديستنس او شورت ديستنس. يعني على حسب استخدامك. انت عاوز تستخدم الكارنت ده لمسافات صغيره تقدر تستخدمه لمسافات بعيده تقدر، ده الالترنيتنج. انما الدايركت كارنت you can't use it for long distance، ما تقدرش ان انت تستخدمه لمسافه كبيره. it transferred over short distance، تقدر تستخدمه لشورت distance. اما alternating current you can transfer it over short or long distances. طب بستخدم الدايركت ده في ايه؟ بستخدمه في operating some electric machines such as torches اللي هي الكشافات دي، والالكتروبليتنج. في حاجه اسمها الكتروبليتنج. الالكتروبليتنج دي يعني مش عليكم تفصيلتها، ولكن احنا بنستخدم الباتريز، بنستخدم بطاريات معينه، والبطاريات دي بنحطها في سوليوشن. السوليوشن ده بيكون عنده فكره الايونز، يعني عنده ايونات او ايونز تقدر ان هي ترانسفير ثرو السوليوشن ده، تقدر تلف في السوليوشن ده، بس محتاجه كارنت. يعني هي محتاجه كارنت عشان تبتدي تتحرك. مثلا الايونز دي بتكون ايونز بتاعت سيلفر، بتكون ايونز بتاعت فضه، وانا عندي مثلا ميداليه او معلقه او حاجه انا حابب ان انا اطليها بالفضه مثلا، فبستخدم حاجه سيمبل قوي زي اللي انتم شايفينها دي، وبحط بليت من السيلفر، يعني بحط شريحه من السيلفر وبحط المعلقه في الناحيه الثانيه وبخلي الكرنت يفضل يلف. طبعا انا عارف اذا مستخدم دايركت كرنت فالكرنت ده هيفضل ماشي في وان دايركشن، هيعدي على الايه السيلفر ويروح ايه يعني يمشي من السيلفر للسبون وهكذا، يفضل في اتجاه واحد، فياخد الاينس من السيلفر يرميها على السبون، ياخد الاينس من السيلفر يرميها على السبون وهكذا، تفضل تلف في وان دايركشن من البوزيتيف للنيجاتيف. فانا بستخدم فكره ان انا يوني دايركشنال، فكره ان انا بمشي في اتجاه واحد، في ان انا اقدر اعمل حاجه اسمها الكتروبليتنج. طب الالترنيتنج بستخدمه في ايه؟ بستخدمه في لايتنج هاوس وستريت واوبريتنج الكتريك ابلينس و ات هومز، يعني بشغل الماشينز اللي في الهومز او في الهاوس. الفكره هنا ودي نقطه مهمه جدا، الكونفرجن. يعني ايه كونفرجن؟ مقصود ايه بالكونفرجن؟ الكونفرجن مقصود بيها فكره ان انت لو معاك دايركت حاجه كده ضعيفه وبتقدر ان انت تستخدمها في شورت ديستانس، تقدر تحولها الترنيتنج؟ لا، ما اقدرش احول الدايركت لالترنيتنج، انما اقدر احول الترنيتنج كارنت لدايركت كارنت. يعني اقدر احول حاجه ليها فولت عالي جدا وحاجه قويه وحاجه جايه من الالكتريك باور ستيشن لحاجه صغيره باستخدام حاجه اسمها ترانسفورمر، هناخدها كمان شويه. اقدر ان انا لو جاي لي مثلا 220 فولت
جاي لي 220 فولت، اقدر اخليهم 5 فولت. يعني مثلا انت الموبايل بتاعك ده علشان تشحنه، الموبايل بتاعك ده بيشتغل ب 5 فولت، يعني هو محتاج 5 فولت. لو انت اديته 220 فولت من الكهرباء على طول، يعني لو خدت سلك كده تقول ده الشاحن بتاعي مثلا بايظ، خلاص ده مش شاحن بايظ، انا هوصل من الكهرباء على طول. فحطيت الفيشه في الكهرباء وجبت طرفين السلك وقمت مدخل السلك اللي هو جاي من الكهرباء على طول للموبايل بتاعك، الموبايل هيضرب لان انت مديله حاجه عاليه جدا، فولت عالي جدا. وبعدين غير كده انت مديله الترنيتنج حاجه اسمها يعني تيار متردد، مش كونستانت. انت محتاج الكونستانت عشان ده موبايل البطاريه بتاعته بتشتغل بفكره ان انت تشحنه بحاجه كونستانت كارنت. فانا عاوز احول الالترنيتنج للكونستانت، هستخدم الشاحن اللي هو بيكون جواه ترانسفورمر بياخد الهاي انتنسيتي والالترنيتنج دي بيحولها لدايركت. طب يعني لو انا معايا دايركت اصلا باتري او كده، اقدر احولها لالترنيتنج بقى لحاجه قويه، او ان انا اخليها الترنيتنج؟ لا، ما اقدرش. فلو انت بصيت على الكرنت، لو انت عملت جراف يعني ما بين الكرنت وما بين التايم، فهتلاقي في الدايركت as time passes no change in current، ما فيش تغيير في الكرنت، it has constant current، يعني عنده direct current ثابت، يعني ما فيش تغيير في الكرنت اثناء التايم ما بيعدي لانها كونستانت كرنت. انما الالترنيتنج في تغيير اثناء مع التايم، عمال يعلى وينزل براحته، الانتنست بتاعته متغيره. تمام. ده فيما يخص الدايركت كارنت والالترنيتنج كارنت. تعالوا ناخد سؤالين كده نشوف احنا بنفكر ازاي. ده كتاب المدرسه، تعالوا ناخد سؤال منهم. مثلا بيقول لي طبعا ده هتلاقوه معاكم يعني لو انتوا electric current is generated from dynamo due to converging او converting انت بتوصل للالكتريك كارنت عن طريق ان انت تستخدم الداينامو. فاكرين لما قلنا انا عندي كذا حاجه اقدر اطلع بيها كارنت؟ اقدر استخدم الالكترومagnetic فورس او الالكتروكيميكال فورس اللي موجوده جوه الباتري عشان اطلع دايركت، او اقدر استخدم الداينامو باي كونفرتنج ميكانيكال انرجي انتو الكتريك انرجي. السؤال هنا بيقول لك electric current is generated from dynamo due to converting A to A، بحول ال mechanical energy into electric energy. طيب سؤال تاني، electric cells produce A current. electric cell اللي هي electrochemical cell اللي هي البطارية بتطلع direct current، while dynamo produces E current. الدينامو ده يطلع لي alternating current، او الجنريتور يطلع لي alternating current. There are two types of electric current، في نوعين من electric current، ايه هما؟ direct and alternating current. The direct current used in lighting a house and street, operating appliance، ولا all the previous؟ نقدر ان احنا نقول ان اللايتنينج هاوس اند ستريت ده مسؤوليه الالترنيتنج، ولكن الاوبريتنج اوبريتنج ابلينس ممكن نستخدم فيها دايركت، بالرغم من مش دي استخدامات الدايركت، ولكن هو السؤال يعني جايب كده. احنا دلوقتي الاوبريتنج سام ماشينز، سام الكتريك ماشينز زي التورشز، الحاجات البسيطه، انما الالكتريك ابلينس والهاوس والحاجات اللي هي التقيله بستخدم لها الالترنيتيف. كان المفروض ان هو هنا يبقى يتحط none of the previous. ايا كان ان الكتريك سيل، في الالكتريك سيل اللي هي البطاريه، ايه اللي بيتحول؟ احنا عارفين ان الكيميكال بيتحول لالكتريك، فانت عندك هنا الكتريك او سوري كيميكال انرجي يتحول لالكتريك انرجي. One of the properties، واحد من صفات او خصائص الدايركت كارنت is change value. لا، الدايركت ما بيغيرش الفاليو، الدايركت ده constant value. طب change direction؟ لا، الدايركت مش بيغير الدايركشن، ده الالترنيتنج. طيب constant value and direction؟ صح، constant value and and direction. ده الجزء الاول من الدرس من lesson 2، وهو lesson سهل جدا. هتلاقوا الاسئله بتاعته اسئله سهله واسئله مباشره جدا،
هنتدرب عليها ان شاء الله. دي نوعيه من الاسئله ممكن توقف الفيديو وتقعد تحاول تحلها. اتمنى ان انتوا تكونوا فاهمين بارت 1. انا بتكلم في الدايركت عند alternating current. الدايركت ده بيجي من الالكتروكيميكال سيلز زي الباتري، اما الالترنيتنج بيجي من الداينامو او الالكتريك جنريتور، وده ده ليه صفات وده ليه صفات. في بارت نمبر 2 ان شاء الله هنتكلم على حاجه اسمها ويز اوف كونكشن، طرق توصيل الباتريز. احنا هنتكلم في الدايركت بقى، يعني احنا في الدرس ده هنكمل كلامنا على الدايركت ونشوف انا لو معايا مجموعه من الباتريز، مجموعه من السيلز، اقدر اوصل السيلز دي ازاي وطرق الكونكشن بتاعتهم. اتمنى ان انتوا تكونوا فاهمين الجزء ده من الدرس، وان شاء الله نتقابل في بارت نمبر 2. كنت معاكم مستر احمد الباشا. باي باي.